بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة والكروشيه. يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة بإذن الله. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض شنطة كروشيه سهلة جدا في شغلها، وكمان ما بتاخدش خيط كتير، وانتي تقدري تكبريها لأي مقاس انت عايزاه، وأنا هوضح لك ده في الفيديو إن شاء الله. أنا هنا هشتغل الشنطة بخيط مكرمية مصري، والخيط ده بيبقى عبارة عن شلل واحنا بنفكها ونعملها كور ونشتغل بيها. وهشتغلها بإبرة مقاس 5 الألومنيوم، وانت ممكن تشتغليها بإبرة أكبر من كده كمان 5.5 أو 6. انت ممكن تشتغلي الشنطة بأي خيوط تنفع للشنط، زي خيط حرير سلسلة أو خيط مكرمية قطن أو أي خيوط قطن على فتلتين أو خيوط قطن سميكة. احنا هنا كل اللي هنحتاج خيط، وهنحتاج زرار عشان نقفل بيه العروة بتاعة الشنطة، وهتحتاجي لو شغالة بخيط مكرمية او اي خيوط زي خيط حرير السلسلة اللي هي الخيوط اللي لازم تتلسع بالولاعة، فهتحتاجي ولاعة، وهتحتاجي طبعا مقص وإبرة عشان تركبي بيها الزرار. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ الشنطة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بنبدأ بقاعدة الشنطة، فانت أول حاجة هتعملي عقدة البداية وبتسيبيها واسعة، ودي تعتبر أول سلسلة معانا. يبقى احنا كده يعتبر اشتغلنا سلسلة. هتشتغلي سلسلة، فكده احنا اشتغلنا سلسلتين، 1 2. السطر الأول هترتفعي سلسلة، يبقى احنا كده اشتغلنا 3 سلاسل، سلسلتين اللي هنشتغل عليهم وسلسلة ارتفاع السطر. هتدخلي على أول سلسلة وتشتغلي جواها غرزة حشو. على عقدة البداية بتدخلي كده وبتشتغلي غرزة حشو، وبتضيقي بقى عقدة البداية، وكده بقت عندنا هي دي تاني سلسلة. يبقى احنا كده ارتفعنا سلسلة واشتغلنا غرزتين حشو، غرزة حشو على السلسلة وغرزة حشو جوه عقدة البداية. السطر اللي بعده بترتفعي سلسلة وبتلفي الشغل، وبنشتغل على أول غرزة حشو وغرزة حشو. تدخلي كده تحت الطرفين بتوع غرزة الحشو وتشتغلي أول غرزة حشو. على غرزة الحشو اللي بعدها بتدخلي كده وبتشتغلي تاني غرزة حشو. هترتفعي للسطر سلسلة وبتلفي الشغل، وبتشتغلي على كل غرزة حشو من الاتنين غرزة حشو. على أول غرزة حشو تنزلي تحت الطرفين كده وتشتغلي أول غرزة حشو. على غرزة الحشو اللي بعدها تشتغلي تاني غرزة حشو. وهو ده السطر اللي بيفضل يتكرر معاكي، انك بترتفعي سلسلة وبتلفي الشغل وبتشتغلي غرزتين حشو. على أول غرزة حشو غرزة حشو، وعلى التانية تاني غرزة حشو. ترتفعي سلسلة وتلفي الشغل وتشتغلي غرزتين حشو، واحدة على أول غرزة حشو والتانية على تاني غرزة حشو. وهو ده السطر اللي هتفضلي تكرري، ترتفعي سلسلة وتشتغلي غرزتين حشو، تلفي الشغل كده وتشتغلي غرزتين حشو. هتفضلي تكرري في السطر كده لحد ما توصلي لعرض الشنطة اللي انت عايزاه. يعني احنا عندنا طول القاعدة هو عرض الشنطة، فهتشتغلي كده لحد ما توصلي لعرض الشنطة اللي انت عايزاه. انا كده اشتغلت لحد ما كملتهم 18 سطر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. وده كده عرض الشنطة عندي. يبقى احنا كده اشتغلنا طول القاعدة، وانا اشتغلت 18 سطر، وال 18 سطر طلعوا معايا 16 سنتي. ممكن انت لو بتشتغلي بسمك خيط مختلف فال 18 سطر يطلعوا عندك اكتر من كده او اقل، فانت تشتغلي كده تكرري في السطر ده لحد ما توصلي لعرض الشنطة اللي انت عايزاه. يعني عايزة تشتغلي 16 سنتي، عايزة تكتري او تقللي زي ما انت عايزة. بعد ما كررنا السطر لحد ما وصلنا للقاعدة اللي احنا عايزينها، لطول القاعدة اللي احنا عايزينها، هنشتغل كده حوالين القاعدة كلها بغرز الحشو. فانت اول حاجة هتجيبي كده ماركر عشان نعلم بيه بداية السطر. السطر الاول اللي هو هيبقى عبارة عن غرز حشو، هترتفعي له سلسلة وهتلفي الشغل، وهنحط كده على السلسلة دي ماركر عشان دي اللي هنيجي نقفل فيها في اخر السطر، لو هنيجي نقفل بعدها. تمام. هنا احنا عندنا غرزتين حشو، هنشتغل على اول غرزة حشو منهم غرزتين حشو، يعني بنزود 1، وعلى نفس الغرزة بتشتغلي تاني غرزة حشو.
على غرزة الحشو التانية بتشتغلي غرزتين حشو، 1 2. فاحنا كده بقى عندنا 4 غرز حشو، ده كده الجنب بتاع القاعدة. تمام، هيبقى عندنا 4 غرز حشو من الجنب ده و4 غرز حشو من الجنب التاني. هنلف بعد كده على كل سطر اشتغلناه بغرزة حشو، فهتشتغلي كده على أول سطر عندك. احنا عندنا السطر بيبقى مرة ارتفاع سلسلة ومرة غرزة الحشو، فهتدخلي كده على السطر اللي هو ارتفاع السلسلة، هتنزلي كده تحت لفة من السلسلة وتشتغلي غرزة حشو. السطر اللي بعده بيبقى اللي كان غرزة حشو، فبتدخلي كده في النص بتاع غرزة الحشو، يعني يبقى عندك طرفين من فوق وطرف من تحت وتشتغلي غرزة الحشو. عندنا سطر ايه ارتفاع سلسلة، فبتدخلي كده تحت الطرف بتاع السلسلة وتشتغلي غرزة حشو. السطر اللي بعده اللي كان غرزة حشو، يعني نهاية السطر بيبقى كان عندنا غرزة حشو، فبندخل تحت الطرفين بتوعها كده وتشتغلي غرزة حشو. سطر كان عندنا أوله ارتفاع سلسلة، فبتنزلي تحت السلسلة كده تحت طرف واحد منها عشان هو ده اللي هيبقى ظاهر معاكي، وبتشتغلي غرزة حشو، وبتكرري كده غرزة حشو على السطر وغرزة حشو على السطر اللي بعده اللي هو كان ارتفاع سلسلة. تمام، هتكرري كده بنفس الطريقة لحد ما توصلي لحد آخر سطر عندنا نشتغل عليه غرزة حشو ونيجي نكمل مع بعض. كده احنا اشتغلنا على كل سطر غرزة حشو. آخر سطر عندك اللي هو هتلاقيه عبارة عن غرزة حشو لو انت شغالة سطور زوجي. تمام، هتشتغلي غرزة حشو كده. احنا وصلنا للسلسلتين اللي بدأنا بيهم. هندخل جوه أول واحدة اللي هي كانت عقدة البداية، وهنشتغل جواها غرزتين حشو، 1 2. يبقى احنا من الجنب ده اشتغلنا على كل غرزة حشو من الاتنين غرزتين حشو، ومن الجنب ده برضه هنشتغل على كل غرزة حشو غرزتين حشو، اللي هي غرزة الحشو عندنا بقى اللي هي السلسلة. تمام، هتدخلي كده على السلسلة التانية وتضيقي بقى عقدة البداية وتاخديها معاكي تحت الشغل، وتشتغلي كده غرزتين حشو، 1 2. فاحنا كده عندنا في الجزء ده كده 4 غرز حشو، 1 2 3 4. بعد ما اشتغلنا الجزء ده اللي هو الجنب واشتغلنا فيه 4 غرز حشو، بنبتدي نلف تاني على السطور وبنشتغل على كل سطر غرزة حشو. هنا أول سطر هيقابلك اللي هو كان ارتفاع سلسلة، فهتدخلي كده وتشتغلي غرزة حشو. قبلك السطر اللي هو كان غرزة حشو، هتدخلي كده تحت طرفين غرزة الحشو وتشتغلي غرزة حشو، وبتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل عشان ايه تقفليه بالمرة. السطر اللي بعده بتدخلي تحت الطرف كده وتشتغلي غرزة الحشو. اللي بعده بتدخلي كده جوه غرزة الحشو على الطرفين بتوعها كده جواهم، وبيبقى عندك طرف من تحت وطرفين من فوق، وتشتغلي غرزة حشو. وزي ما عملتي في الجنب ده تعمليه في الجنب ده، وهتشتغلي غرز حشو لحد ما توصلي لاخر سطر عندك. بعد ما كررتي واشتغلتي على السطور كلها على كل سطر غرزة حشو، وصلتي لاخر السطر واشتغلتي غرزة حشو على اخر سطر. هنا هنقفل بمنزلقة ما بين سلسلة الارتفاع واول غرزة حشو، فبتشيلي بقى كده الماركر وبتدخلي كده ما بين سلسلة الارتفاع وغرزة الحشو الأولى، وبتسحبي اللفة وبتعديها من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. ودي كده القاعدة عندنا. لو انت شغالة بخيط مكرمية، بعد ما بتاخدي الخيط معاكي تحت الشغل بتلسعيه بالولاعة عشان ما يتكرش منك. ودلوقتي هنشتغل في الغرزة بتاعة الشنطة. فانت في أول السطر بترتفعي سلسلتين، ودول كده سلسلتين ارتفاع، فهتحطي ماركر على تاني سلسلة منهم. حطي كده الماركر عشان نيجي نقفل فيها في اخر السطر. بعد كده بتشتغلي سلسلة وهنبدأ نشتغل في الغرزة، فهتسيبي اول غرزة حشو عندك وتدخلي جوه التانية، تدخلي الابرة كده وتسحبي اللفة. هتاخدي اول لفة لوحدها، هيبقى عندك لفتين بتاخديهم مع بعض، وبعدين بتشتغلي سلسلة، بتسيبي غرزة حشو وبتروحي على اللي بعدها، تدخلي كده وتسحبي اللفة. اول لفة بتاخديها لوحدها، وبعد كده بيبقى عندك لفتين بتاخديهم مع بعض. بعدها بتشتغلي سلسلة، هتسيبي اول غرزة حشو تقابلك وتروحي على اللي بعدها، تسحبي اللفة، تاخدي اول لفة كده لوحدها، وبعدين بتاخدي اللفتين مع بعض وتشتغلي سلسلة. زي ما انت شايفة الشنطة كده بتتنى معانا
عشان تدينا شكل الشنطة. تمام. يبقى اللي بيتكرر معانا ايه؟ ان احنا بنسيب غرزة حشو، وعلى اللي بعدها بتدخلي الابرة وتسحبي اللفة، وبعدين بتاخدي اول لفة لوحدها وتاني لفتين مع بعض، وتشتغلي بعدهم سلسلة، تسيبي غرزة حشو، وعلى اللي بعدها بتدخلي الابرة وتسحبي اللفة، وبتاخدي اول لفة لوحدها وبعدين بتاخدي اللفتين مع بعض. تمام. وبتشتغلي سلسلة، وهي دي الغرزة اللي هتتكرر معاكي. بتسيبي غرزة حشو وعلى اللي بعدها بتسحبي اللفة، وبتاخدي اللفة الأولى لوحدها وبعدين اللفتين مع بعض وبتشتغلي السلسلة. وهو ده اللي هيتكرر معاكي لحد آخر السطر. هتكرري نفس الغرزة كده، بتسيبي غرزة حشو وبتشتغلي على اللي بعدها بنفس الطريقة لحد آخر السطر. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر، وزي ما انت شايفه احنا عندنا الشنطه اتنت معانا. تمام. وده كده الشكل من الجنب التاني، وده كده شكل السطر، وده كده البدايه عندنا. اخر السطر بتشتغلي سلسله، وهيبقى عندك تحت مفيش غرز، اخر حاجه المنزلقه اللي اشتغلنا بيها، وده عشان ما يبقاش فيه فراغ كبير. تمام. هنا بقى بنقفل فين؟ بنقفل على تاني سلسله اللي هي عليها الماركر، فبتشيلي كده الماركر وبتدخلي على تاني سلسلة تقفلي بمنزلقة، بتسحبي الخيط كده وبتعديه من على اللفة اللي عليه. السطر اللي بعده بترتفعي سلسلتين، 1 2، يعني أول السطر بنرتفع سلسلتين. هتحطي الماركر فين؟ على تاني سلسلة، وهتبدأ معانا الغرزة. وهنا الغرزة هتبان معاكي، هتشتغلي في الأول سلسلة، ودي كده الغرزة عندنا. احنا عندنا سلسلة وبعدين الغرزة، فبتسيبي السلسلة وبتدخلي تحت طرفين الغرزة، يعني ما بين اللفة كده. تمام. بتدخلي في الفراغ ده اللي هو تحت اللفتين وبتسحبي اللفة. بعد ما سحبتي اللفة بتاخدي أول لفة لوحدها وبعدين بتاخدي اللفتين مع بعض وتشتغلي سلسلة. المكان اللي هتدخلي فيه انك بتسيبي السلسلة وبتدخلي تحت كده طرفين الغرزة، بتدخلي كده ما بين اللفة دي وما بين طرفين الغرزة، يعني جوه الفراغ ده، وتسحبي اللفة وبعدين بتاخدي لفة لوحدها وبعدين اللفتين مع بعض وتشتغلي سلسلة. وهي دي الغرزة اللي بتتكرر معاكي طول السطر. بعد ما بتشتغلي السلسلة بتسيبي السلسلة وبتدخلي تحت احنا هنا باين عندنا الغرزة كأنها سلسلتين فوق بعض، فبتدخلي كده تحت الطرف وبيبقى عندك كده ما بيبقى قبلها في اللفة، فبتدخلي كده في الفراغ ده وتسحبي اللفة، تاخدي لفة لوحدها وبعدين تاخدي لفتين مع بعض وتشتغلي سلسلة. ده كده بيبقى الشكل عندك وبيبقوا فوق بعض بالطريقة دي. يبقى الغرزة هي ان بعد السلسلة بتسيبي الغرزة دي احنا اشتغلنا عليها خلاص، وبتسيبي السلسلة وبتروحي على الغرزة اللي بعدها، بتدخلي كده تحت طرفين الغرزة وتسحبي اللفة، تاخدي اول لفة لوحدها وبعدين تاخدي اللفتين مع بعض وتشتغلي سلسلة. على الغرزة اللي بعدها بتسيبي سلسلة وبتروحي على الغرزة، تدخلي كده في الفراغ ده زي ما انت شايفة، تسحبي اللفة وبعدين تشتغلي، تاخدي لفة لوحدها وتاخدي بعد كده اللفتين مع بعض وتشتغلي سلسلة. زي ما انت شايفة التكرار معانا سهل جدا. احنا هنا عندنا يعتبر فراغين، واحد اللي تحت السلسلة وواحد اللي تحت الغرزة. بتدخلي على التاني كده اللي هو تحت الغرزة وتسحبي اللفة، تاخدي لفة لوحدها وبعدين لفتين مع بعض وتشتغلي سلسلة. تمام. هو ده بقى هي دي بقى الغرزة اللي هتفضلي تكرري فيها لحد اخر السطر. بعد ما كررتي كده بنفس الشكل كده، وزي ما انت شايفه الشنطه عطت شكلها معانا، ووصلتي لاخر السطر واشتغلتي السلسله، هندخل نقفل فين؟ احنا هنا بنسيب السلسله وهتلاقي عندك ارتفاع السلسلتين. اخر كل سطر بتقفلي على تاني سلسله، تدخلي كده وتقفلي بمنزلقه. يبقى انت كده عشان ده اخر سطر هقفله معاكي، هتقفلي على تاني سلسله من سلاسل الارتفاع اللي بتحطي عليها العلامه، هتقفلي بمنزلقه. تمام. ده كده شكل الغرزة عندك، واحنا عندنا الغرزة تكرار لسطر واحد بس. اول السطر هشتغله معاكي وهو ده اللي بيتكرر معاكي السطر اللي احنا اشتغلناه تحت، اما اخر السطر فانت هتقفليه بنفس الطريقة اللي قفلت معاكي السطر بيها. يبقى السطر اللي هيكرر معاكي بدايته انك هترتفعي سلسلتين، ولو انت مبتدئة
يعني ممكن تتلخبطي هتحطي ماركر، مش هتتلخبطي فهتسيبي لانك هتبقي عارفة بقى نهاية السطر فين. تمام، هتحطي الماركر على تاني سلسلة. الغرزة عندك سهلة خالص، عبارة عن سلسلة وان احنا بنسيب السلسلة وبندخل تحت الغرزة اللي هي عبارة عن سلسلتين فوق بعض دي. تمام، تدخلي تحتها كده وتسحبي اللفة، تاخدي اول لفة لوحدها وبعدين بتاخدي اللفتين وتشتغلي سلسلة، تروحي على الغرزة اللي بعدها. تمام، احنا كده خلاص اشتغلنا على دي، فبتروحي بتسيبي السلسلة وبتدخلي على تحت الغرزة نفسها كده تحت اللفتين وتسحبي اللفة، تاخدي اول لفة لوحدها وبعدين لفتين وتشتغلي سلسلة، تروحي على الغرزة اللي بعدها بتسيبي السلسلة وبتروحي تحت اللفتين كده. تمام، هيبقى ده كده الشكل عندك لفة واحنا دخلنا في الفراغ اللي تحت اللفتين، تسحبي اللفة تاخدي لفة لوحدها وبعدين اللفتين وتشتغلي سلسلة. وهو ده السطر اللي بيفضل يتكرر معاكي، بيبقى بدايته ارتفاع سلسلتين سلسلة وبعدين بنبدأ نشتغل في الغرزة زي ما اشتغلتها معاكي، واخره بعد ما بتشتغلي على اخر غرزة بتشتغلي سلسلة وبتقفلي على تاني سلسلة من سلسلة ارتفاع بمنزلقة. انت هتكرري كده لحد ما توصلي لطول الشنطة اللي انت عايزاه المناسب لعرض الشنطة برضو اللي انت اشتغلتيها. انا دلوقتي هكملهم 8 سطور من الغرزة وهرجع. ده كده هيبقى الشكل عندي بعد ما كررت السطر 8 مرات. يعني احنا عندنا الغرزة تكرر لسطر واحد، انا كررته 8 مرات، 1 2 3 4 5 6 7 8. انت طبعا بتكرري السطور حسب العرض، يعني تخلي كده الطول يبقى مناسب مع العرض. ودلوقتي احنا هنشتغل سطر كده هنلف بيه على نهاية الشنطة وهنحدد مكان لعروة الزرار اللي هنركبه. احنا عندنا المكان اللي هو اخر السطر ده هيبقى عندنا الظهر. تمام، اللي هو هنركب فيه العروة. فانت بتعدي كده عدد السطور بالطول معاكي، بتبقى باينة عندنا وبارزة كده بنعدها كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وفي اللفة البسيطة دي. تمام، يعني معنى كده ان احنا هنعمل العروة في الجزء اللي هنا اللي هو فيه السلسلة. تمام، فانت هتعدي كده وتشوفي نص السطور كده. انا هنا عندي اتكرر 11 مرة، الغرزة اتكررت في الجنب 11 مرة، فهحطها في السادس. يعني هنعد كده 1 2 3 4 5 6 واحطها كده جوه السلسلة اللي ما بين الستة والسبعة، وهتبقى دي مكان العروة بتاعة الزرار. تمام، في النص بالظبط اهي زي ما انت شايفة. انت برضه هتحددي النص وتحطيها في النص بالظبط عشان هنا هنعمل العروة. السطر اللي احنا هنشتغله بدايته هترتفعي سلسلة، فعشان تعرفي بداية السطر فين فهتحطي ماركر على السلسلة دي. تمام، بعد كده بندخل ونشتغل بعدها سلسلة برضه. تمام، هتشتغلي بعدها سلسلة، هتدخلي كده وتسيبي السلسلة، احنا بنشتغل سلسلة فوق السلسلة، وتدخلي كده ما بين اللفة دي وما بين وتحت اللفتين، يعني جوه الفراغ تشتغلي منزلقة. يبقى احنا بنشتغل سلسلة فوق السلسلة ومنزلقة تحت الطرفين اللي هما بتوع الغرزة. هتشتغلي بعد كده سلسلة، هتسيبي السلسلة وتدخلي كده في الفراغ ده وتشتغلي منزلقة وبعدها سلسلة. السلسلة بيبقى تحتها السلسلة اللي في السطر اللي تحت، واحنا بنشتغل المنزلقة في الجزء ده كده تحت في الفراغ ده. وتحلي وتظبطي ايدك كده عشان ما تتشدش منك المنزلقة وتبقى واسعة معاكي. تمام، تبقى مضيقة الشنطة معاكي اسفة. هتشتغلي سلسلة تعدي من فوق السلسلة، تروحي كده تحت الفراغ تشتغلي منزلقة سلسلة، تسيبي السلسلة وتشتغلي منزلقة على الغرزة، سلسلة وتسيبي السلسلة وتشتغلي منزلقة، سلسلة متنسيش السلسلة وبتسيبي السلسلة وبتشتغلي منزلقة. هتفضلي تشتغلي كده لحد ما توصلي لحد العلامة اللي احنا حددناها، يعني لحد الجزء ده. تمام، هتشتغلي كده سلسلة منزلقة بنفس الطريقة. بعد ما اشتغلتي سلسلة وبعدها اشتغلتي منزلقة بنفس الطريقة اللي اشتغلناها مع بعض لحد ما وصلنا للعلامة. جوه العلامة هتدخلي وهتعملي منزلقة، وبعدها هتشتغلي 6 سلاسل او 7 سلاسل او 8، دي هتبقى العجوة عندك وهتشتغلي حسب سمك الخيط. فانا هنا هشتغل 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وهشوف كده هل العجوة هتبقى مظبوطة، هنزودها كمان سلسلة، يبقى كده اشتغلت 7 سلاسل. تمام، لما نيجي نقفل كده تبقى مظبوطة معايا.
على نفس الغرزة هتشيلي بقى الماركر ده وعلى نفس السلسلة هتعملي منزلقة، يعني عملنا منزلقتين على نفس السلسلة. تمام. وبرضو هنجرب تاني عشان نشوف هل هتبقى مظبوطة ولا لا. تمام. ده كده الشكل عندنا. انا ممكن اطولها برضو سلسلة كمان، فانا هطولها سلسلة وارجع لك. انا كده زودتها سلسلة، يعني بقى عندي 8 سلاسل كده، هيبقى كويس وهتبقى مش مشدودة معانا. يبقى احنا كده عملنا العاجة واشتغلنا منزلقة وبعدين اشتغلنا عدد من السلاسل حسب ما تلاقي عندك الشغل مظبوط كده ومقفول مظبوط. تمام. هتشتغلي بعد كده منزلقة على نفس السلسلة او على نفس النص عندك، ممكن تطلع النص عندك هو الغرزة. تمام. بعد كده بقى قابلنا الغرزة هتشتغلي منزلقة عليها. بعد كده بتشتغلي سلسلة تعدي من فوق السلسلة، يعني بترجعي تاني تشتغلي في الغرزة وتشتغلي منزلقة، سلسلة تعدي من فوق السلسلة ومنزلقة جوه الغرزة. هتكرري كده لحد اخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر واشتغلتي السلسلة، هنا السلسلة هي بتعدي من فوق السلسلة وبتلاقي الغرزة، فهتدخلي كده جوه سلسلة الارتفاع اللي ارتفعتيها وتقفلي بمنزلقة. تمام. وده كده هيبقى الشكل عندنا. تمام. عملنا العجة خلاص، وده كده هيبقى الشكل لما نركب العجة. انا هنا بعد ما اشتغلت خالص، طبعا انا غيرت الخيط كذا مرة عشان خاطر اخدت مني حوالي شلتين، فانا بعد ما خلصت قفلت الشغل بتاعي ولسعته بالولاعة وثبته كويس. انت برضو لو شغالة بخيط مكرمية بتثبتي كده، بعد ما بتلسعي بالولاعة بتثبتيها جوه كده في الشغل. ودلوقتي هنشتغل في ايد الشنطة، وايد الشنطة تعمليها حسب الطول اللي انت عايزاه، عايزاها صغيرة عايزاها طويلة زي ما انت عايزة، وبرضو تغيري في شكل الايد زي ما انت عايزة. انا هنا هشتغلها بغرز الحشو. تمام. انت عايزة تشتغليها اعمدة، عايزة تشتغليها بغرزة معينة زي ما تحبي. اول حاجة احنا هندخل بمنزلقة على المنزلقة عشان نبقى في النص بالظبط كده، ولما نيجي نركب الايد ما تبقاش معوجة. وهتشتغلي عدد من السلاسل بطول الايد اللي انت عايزاه. تمام. هتفضلي كده تكرري في عدد السلاسل لحد ما توصلي كده ان انت تجربي كده هنا هل الطول معاكي مظبوط. عايزه تشتغليها متر، عايزه تشتغليها اقل من متر زي ما تحبي، وطبعا الطول الشنطه حسب السن اللي هتشتغلي له. هتشتغلي كده عدد من السلاسل لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه، وتبقي عارفه كده ان في اللبس بتريح معاكي، فتبقي مقلله حاجه بسيطه. بعد ما اشتغلتي ايد الشنطة حسب الطول اللي انت عايزاه، بتظبطي كده السلاسل عشان تبقى مظبوطة معاكي. تمام. ده كده الطول اللي انا اشتغلته. احنا كده خلاص ظبطنا السلاسل. تمام. هتدخلي كده تظبطي كده ان ده يبقى النص معاكي مظبوط. هتدخلي كده وتعملي منزلقة تثبتي بيها الايد. تمام. يبقى احنا كده ثبتنا الايد وفي النص كده زي ما انت شايفه، هيبقى اقل بس بغرزه من النص، يعني هتبقي مرحلها كده غرزه عشان هنشتغل على الغرزه اللي بعدها منزلقه. بعد ما ثبتيها خلاص بمنزلقه بتدخلي على الغرزه اللي بعدها برضو بمنزلقه عشان يبقى برضو كانه ارتفاع السطر. تمام. يبقى كده بقت عندنا في النص بالظبط زي ما انت شايفه الايد. بعد كده بنلف الشغل وبتدخلي على كل سلسله اشتغلتيها تشتغلي غرزه حشو. تشتغلي كده غرزة حشو على السلسلة اللي بعدها، بتدخلي وتشتغلي غرزة حشو على السلسلة اللي بعدها، بتدخلي تشتغلي غرزة حشو على اللي بعدها غرزة حشو. ده كده هيبقى شكل الايد عندك. تمام. زي ما انت شايفة كده. هتشتغلي كده على كل سلسلة غرزة حشو لحد ما توصلي لحد اخر سلسلة. احنا بندخل على طرف واحد بس من السلسلة. تمام. هتدخلي كده بنفس الطريقة وهي شكل الايد عندك زي ما انت شايفة لحد اخر سلسلة عندك، وهنيجي نقفل مع بعض. بعد ما اشتغلتي على كل سلسلة غرزة حشو، اخر غرزة حشو اشتغلتي على اخر سلسلة. هنا هنسحب بقى الخيط كده. تمام. وهتخلي كده جزء من الخيط عشان نقفل بيه، وهتقصي. بعد ما قصيتي الخيط هتروحي على المنزلقة هنا كده. تمام. يعني هتثبتي كده بالطريقة دي. تمام.
هتدخلي كده وتسحبي الخيط من تحت الشغل. ده كده هيبقى الشكل عندك، هتبقى بالشكل ده. الخيط ده بقى نفسه هناخدوه تحت الشغل، يعني هتدخلي كده تاخديه كده تحت الشغل، ترجعي تاني على السطر اللي تحته وتفضلي تاخديه كده. وفي الاخر بقى يا اما لو خيط ينفع يتخيط بتخيطيه، ولو ما ينفعش يتخيط بتقصيه وبتثبتيه كده بالولاعه زي ما قلت لك. انا كده خدت الخيط معايا لحد ما وصلت لحد الشنطه من تحت، وعشان الخيط مكرميه بصي فك ازاي، فبنلسعه كده بالولاعه تمام. وبعد كده بتثبتيه كده تمام. لما بتعمليه كده بقى بيثبت معاكي. ده كده من ظهر الشغل، يعني ده كده ظهر الشنطه من جوه، وده كده شكل الشنطه عندنا من الظهر، وده كده شكلها من الوش، وده كده شكل الايد زي ما انت شايفه مظبوطه معانا اهي من الجنبين. ودلوقتي هنركب الزرار. احنا دلوقتي هنركب زرار مكان العلو، وزي ما انت شايفه كده الشنطه واسعه معانا وحلوه جدا تمام. هظبطي بقى الشغل كده بحيث ان انت تخلي العروه الزرار قدامها بالظبط عشان ما تبقاش معوجه. وانا كده هركب الزرار ده تمام، عشان هو ده المتوفر عندي دلوقتي. انا عندي كذا زرار بس مش عارفه بقى اركب انهي، فانا هركب ده. انت بتظبطي كده العروه وبتبقى عندنا كده في النص بالظبط، وبتدخلي كده بننزله سطر كده عشان تبقى برضو ايه نازله لتحت، ما تبقاش في وش الشغل. وهتركبي بقى الزرار بالطريقه اللي بتركبي بيها، تركبي بيها كده تمام. نرجع تاني ندخل الابره كده ونعديها تمام. هتكملي بقى تركيب الزرار. انا كده ركبت الزرار زي ما انت شايفه اهو، سهل في الفتح وفي القفل تمام. ده كده شكل الشنطة بعد ما خلصت، وزي ما انت شايفة شكلها حلو جدا ورقيق، وكمان سهلة جدا في شغلها. مقاس الشنطة بعد ما خلصت، عرض الشنطة عندنا بالمقاس اللي انا اشتغلته زاد معانا وبقى عرضها 19 سنتي، اما الطول ف13 سنتي. طول الشنطة كده 13 سنتي. الشنطة هنا الموديل بتاعها ان هي تبقى من غير سوستة وبطانة، انت لو حبيتي تركبي لها سوستة وبطانة هتركبي لها زي ما تحبي. انا كده خلصت معاكي فيديو الشنطة، ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.